من نظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا ولم ينظر إلى من هو فوقه أورثه الرضا عن الله، وأورثه القناعة، والقناعة هذه كنز لا يفنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك أخذ منها الشافعي فقال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولاحظوا إخواني وأخواتي في مسائل الدنيا كيف أن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه أصابه أورثه رضا عن الله وقناعة وطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر وتعامل سليم في أمور الحياة والدنيا. وأيضا يكون من أبعد الناس عن الحسد، من أبعد الناس عن الغيبة، من أبعد الناس عن سيء الأخلاق. لكن لاحظ الذي ينافس في أمور الدنيا تجد دائما يغتاب وينم ويحسد، عين غمازة ونفس همازة وبلاء يعني تنحدر الأمراض القلبية وأمراض اللسان كلها على هذا الذي ليس لديه قناعة في أمور الدنيا، وإنما ينظر إلى من هو فوق.